ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه عالم دعاء عسقلاني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله. الفيديو المنتظر اخيرا ظهر للنور، الاكلات اللي عملتها في الاير فراير بدرجات الحراره والطريقه بتاعتها، واحسن طريقه عشان نوصل لاحسن نتيجه. هقول لكم على الغلطات اللي عملتها والحاجات اللي عملتها بعدين علشان اتفادى الغلطات دي، والاكل يطلع باحسن طعم وباحسن صوره وزي ما احنا عايزين بالظبط، وعلشان نشوف التكات والتركات بتاعه الاير فراير وتسويه الاكل جواه. نبدا بمعشوقه الجماهير واللي احنا اساسا جايبين علشانها الاير فراير. اول حاجه البطاطس يا جماعه لازم بتتحط الاول في ميه سخنه او ميه مغليه، بمعنى اصح بسخن الكاتل والكميه بتاعتي بحط عليها ميه بتغلي وبسيبها حوالي 5 دقائق، وبحط عليها ملح، وبعدين بصفيها وبحطها في فوطه وبنشفها، فوطه مخصوصه مخلياها للبطاطس بس، وبنشفها كويس جدا، وبعدين برش عليها زيت، وبعدين احطها في القلايه. طبعا انا كنت بحطها الاول على البرنامج اللي هو حاططهولي في القلايه، وطبعا ده كان غلط جدا لانه كان بينشفها، هي كانت بتطلع مقرمشه وطريه من جوه، بس لو فضلوا حبه صغيرين بعد كده هتلاقوهم بقوا خشب حرفيا، ما كانش بتبقى طريه، فاهميني؟ انما لما بقيت بسويها على درجه حراره 170 بقت يعني بصوا لغايه اخر واحده بتفضل مقرمشه من بره وطريه من جوه وما بتنشفش. ده اهم حاجه في الموضوع، انها ما بتنشفش طبعا. واهم خطوه يا جماعه قبل كل ده، قبل اي استخدام لازم نبقى مسخنين القلايه. يعني لو هنعمل بطاطس وكانت لسه دلوقتي اول مره هتشغليها، لازم تسيبيها تسخن الاول على الاقل 5 دقائق، ده اذا ما كانش مثلا 6 أو 7 دقائق، تمام؟ وخصوصا في البرد اللي احنا فيه ده، فتبقى 6 7 دقائق برضو علشان تعادل درجه الحراره وتبقى سخنه كفايه علشان نبدا نحط فيها الاكل. طيب هندخل بعد كده على الحركه اللي بعد كده بقى، السمك. تعالوا بقى اقول لكم على تجربتي مع السمك جواه. انا عملت السمك عادي جدا، نضفنا، تبلنا، عفرنا في الدقيق الطبيعي والعادي. طبعا في يعني زي برنامج كده بس بتاع الجمبري، فالجمبري طبعا ما بياخدش نفس التسويه بتاعه السمك، بياخد اقل. فطبعا انا حطيت السمك عادي جدا بالدقيق بتاعه بكده. هو حلو يا جماعه، طلع حلو وكل حاجه، وكان على درجه حراره 200. اللي مش حلو بقى زي ما انتم شايفين اهو، الدقيق باين، فاهمني؟ يعني اول مره عملناه بالدقيق ده الدقيق كان باين اهو، شايفين؟ يعني باين جدا، واضح جدا جدا جدا. فمن بعدها بقى بطلت ان انا اعمل السمك بالدقيق، نغسله ونتبله ونحطه كده، نرش عليه رشه زيت خفيفه وخلاص على كده، وهو فيه زيوت منه فيه وبيستوي بشكل ممتاز واحسن مليون مره من ابو دقيق. وكمان عملت البصل بتاع الكشري، وكانت تجربه جميله وحلوه جدا وما فيهاش اي مشكله، وكانت سريعه ولطيفه. قطعنا البصل وفرولناه كده من بعضه، وبعد كده حطيته برضو على درجه حراره، يعني بصوا خليتها على 180، ما خليتهاش بقى على 200 علشان هيتحرق على 200، وخليتها 5 دقائق. ندخل على اللي بعده، البانيه يا جماعه عادي جدا، بنجيبه وبنتبله، وبعد كده انا عن نفسي ما بحطهوش في بيض، انا بحطه في التتبيله اللي ببقى عاملاها اللي هي البقسماط بنشا بتاع ده. لو عايزين في فيديوهات انا كنت عامله فيها التتبيله دي معاكم، حاطه لها توابل وكده ومبهراها ومتبلاها. استغنيت خالص عن موضوع البيض ده. للناس اللي بتحب البيض عادي مفيش مشكله ممكن تعمله، بس انا عن نفسي بطلت احط له اللي هو البيض، تمام؟ وبعد كده ببقى مسخنه الاير فراير وبرصهم واحده واحده بالترتيب كده علشان مفيش واحده تيجي على الثانيه وتعوق التسويه بتاعتها، فاهميني؟ يعني ما تبقاش بتداري عليها وهي بتستوي، تمام؟ بحاول استغل الفراغات وكل الاماكن علشان احط اكبر كميه ممكنه. ممكن نستخدم ورق زبده وممكن ما نستخدموش. بدات الاول ب10 دقائق، ما رضيتش ازود عن كده، وبرده على 200. انا بقى كنت فرحانه بيها، واللي هو اديها 200 اديها 200. طلع الموضوع ده غلط خالص يا جماعه. انا دلوقتي بعد التجارب الكتير بقيت ببدا ب 170. عايزين نزود اوكي تمام، مش عايزين نزود وحلوه ال 170 دي تمام وزي الفل، فاهميني؟ بعد كده بفتح عليهم وبقلبهم على الوش التاني او على الناحيه التانيه لغايه ما احس انهم استووا، يبقى كده تمام التمام. بصوا بقى بالنسبه للبانيه، انا جربته قبل كده في الفرن، تمام؟ قبل ما نجيب القلايه. الفرق بين اللي في القلايه واللي في الفرن ان بتاع الفرن بينشف، انما اللي في القلايه لا، بيفضل لسه قاعد طري زي ما هو، ما بيحصلش فيه اي اختلاف. وكان طعمها جميل جدا وما فيهاش، يعني بصوا في ناس بتتضايق من الطعم اللي هو بتاع الحاجه اللي تبقى معموله في الفرن، لا، الطعم هنا مختلف تماما عن بتاع الفرن. والطريقه بتاعه الفرن، بتاعه الفرن بتنشف جدا، تحسوا اللحمه بتاعتها ناشفه. بصوا يا جماعه، الاير فراير اللي اثبتت، يعني الحاجه اللي فعلا ثبتت معايا واللي بقيت مقتنعه بيها تماما، ان الموضوع بالنظر، الموضوع ملهوش كتالوج، والموضوع ملهوش يعني درجات حراره ثابته، وهي دي اللي
بنمشي عليها ستاندر، فاهميني؟ بنمشي عليه كده، لا، الموضوع بيتوقف على القلايه اللي عندك نوعها ايه، تسخينها عامل ازاي، التسويه بتاعتها. ممكن الحاجه اللي تاخد عندي 10 دقائق ممكن انت اللهم بارك تاخد عندك 5 دقائق بس، ممكن الحاجه اللي تاخد عندي 5 دقائق تاخد عندك 10 دقائق. فالموضوع بيختلف من اير فراير للتاني. طبعا اللي يسري على حسب الله يسري على الباقي. طبعا اللي عملناه مع البانيه هو اللي هنعمله مع الستريبس، مفيش اي اختلاف فيه خالص، لا في التتبيله ولا في يعني طريقه التسويه. كل الفرق انه بس دي يعني كامله والتانيين متقطعين. خلصنا بقى الشغل الخفيف، تعالوا ندخل على الشغل التقيل. فرخه مشويه في الاير فراير زي ما بنشوف بقى كده في الريفيوهات وفي الفيديوهات. تعالوا بقى نحط الفرخه والخضار وكل حاجه فوق بعضها ونحطها في القلايه. طبعا زي ما انتم شايفين على درجه حراره 200، قلت لكم فرحانه بيها فحطيتها. طبعا زي ما انتم شايفين اتحرقت، وده طبعا غلط. المفروض ان احنا كنا حطيناها على 170 علشان تاخد راحتها في السوا، فبالتالي الخضار اللي تحتها ما كانش استوى يا جماعه. وطبعا عشان في فاصل بين الشبكه وبين الحله الداخليه، فحتى السوائل اللي نزلت من الفرخه ما كمل، يعني ما كانتش محصله الخضار علشان يستوي الخضار فيها، فاهمني؟ فبالتالي اللي حصل ان الفرخه استوت والخضار فضل زي ما هو، وخصوصا البطاطس، لان البطاطس كانت متقطعه مكعبات وما كنتش حطاها في ميه سخنه قبل ما احطها ولا اي حاجه، انا بس تبلتها وبعد كده حطيتها على طول معاها. فاللي استوى كان الحاجات الخفيفه، الفلفل، يعني فاهميني؟ الحاجات اللي هي مش محتاجه سوا. انما البطاطس وكان تقريبا في كوسه فما فيش، يعني لا ما استووش. الفرخ استوت والخضار ما كانش استوى. وكانت النتيجه طبعا ان الخضار بقيت ادخله هو والفراخ اللي ما كانتش استوت، دخلتهم مره واتنين لغايه ما يعني كل الحاجات استوت، لولا ما قدرنا ناكلها بصراحه. نيجي بقى للطعميه، لان لما نزلت الشورتس بتاع فطار الجمعه طبعا الكل بعت لي يقول لي ازاي الطعميه طالعه معاكي كده. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده الطعميه لازم العجينه بتاعتها لا تكون سايله خالص ولا تكون ناشفه خالص. والناس اللي بتحط عليها حبه دقيق علشان يتخنوا العجينه شويه، فنصيحه بلاش، لانها هتشقق زي كده، وهتشقق لما نعملها على درجه حراره 200. درجه الحراره من 170 وانت طالع، نبدا ب 170 وبعد كده لو استلزم الامر نعملها على 200. انما هتعملوها على 200 من الاول هتشقق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنعملها الاول 10 دقائق، ولو حسينا انها محتاجه تاني بنقلبها على الوش التاني ولغايه ما الكفر بتاعها من بره يحمر، وهي بالتالي بتكون استوت من جوه خلاص كده وبقت تمام وزي الفل. نيجي بقى للسمبوسه، سهله جدا وبسيطه جدا وبتاخد درجه حراره اقل طبعا زي ما انتم شايفين، وعدد وقت برضو اقل، 5 دقائق يا دوب عملتها على 5 دقائق. ويعني كان في نوع عاملاه بالجبنه وفي نوع باللحمه، فالجبنه من كتر ما هي ساحت، يعني ساحت وخرجت من بره كمان كده، بس في الاخر طعمها مقرمش ولذيذ جدا، ما كانش فيها اي مشكله وما عنديش عليها اي تعليقات. يعني هي الوحيده اللي تقريبا ظبطت، هي والبصل بتاع الكشري من اول مره. هو ليه مش كل الاكلات بسهوله السمبوسه كده والطعامه بتاعتها؟ لا، لازم ندخل على الحوارات وندخل على حوارات البتنجان حوارات كتيره جدا. بصوا بقى يا جماعه، الطريقه اللي جابت معايا من الاخر ان احنا نحط البتنجان في زيت كده وش وظهر، وبعدين نحطه في القلايه وما نحطش عليه ملح علشان الملح هيخليه يجلد. تمام؟ طبعا انا ما بقتش اعمل بصراحه الحركه دي، بقيت بدهن بس الوش بتاعه كده بالزيت من الناحيه دي ومن الناحيه دي، برضو بتأدي نفس الغرض. اهو الشكل والمراحل بتاعه البتنجان، وهيطلع معاكم برضو جامد جموده. نركز بقى في التريكات عشان كل حاجه بقولها في الفيديو، بس في ناس للاسف ما بتسمعش الفيديو كويس وما بتتفرجش على الفيديو كويس كده، بتسرع وبتاخد اجزاء وحتت وبترجع تسال نفس الاسئله اللي انا مجاوب عليها اصلا في الفيديو، بترجع تسألها تاني في الكومنتات. بس خلينا متفقين على حاجة، دي يا جماعة قلاية، يعني احنا جايبينها علشان تقلي. يعني الحاجات اللي بتتقلي في الزيت طبعا طالعة بيرفكت، مفيش بصوا مفيش يعني جدال عليه، تمام، مع تظبيط بعض التركات والحركات وان انت تبقي عارفه للجهاز اللي معاكي ده، دي حاجه حلوه جدا. بس يا ريت ما نحملش الجهاز فوق طاقته وان هو يعمل حاجات هي مش مخصصه ليها. يعني احنا ليه هنخلي القلايه تخبز؟ فدي بصراحه انا مش فاهماها، بس قلت من باب الفضول لان شفت ناس كتيره جدا عامله الحركه دي، فقلت اجرب نشوف يمكن يطلع، يعني تطلع حاجه غير اللي متعودين عليها في الفرن، بس طلعت بتاعه الفرن تكسب. فانا من وجهه نظري المتواضعه الجهاز جميل، الجهاز ممتاز في الحاجات اللي احنا هنقليها من غير زيت
ممتاز جدا وحلو جدا. ونيجي بقى لاخر تجربه معانا في الاير فراير في الفيديو بتاعنا، وهي الكب كيك. الكب كيك يا جماعه عملته فيها طلع حلو وجميل وكل حاجه، بس تحسوه مكبس. والله ده اللفظ اللي انا مش عارفه اقولها لكم ازاي. يعني انا كنت عامله ساعتها في الفرن، بس بتاعه الفرن هشه وفيها مسامات كده وبتاع، دي تحسوها كده مكتومه تمام، ومن فوق كده زي ما انتم شايفين كده يعني شكلها بيلمع، بس هي طعمها حلو، انا ما اقدرش انكر انه طعمها حلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله.